السلام عليكم حبايبنا غوات الحمام المراسلة المصري، اخباركم ايه؟ كلمتين كده سريعا عن الحمام المراسلة المصري. تقليب الحمام المراسلة المصري ما بيتعلمش، يعني محدش بيتعلمه لا في يوم ولا في اتنين ولا في تلاتة. يعني احنا قعدنا سنين على ما عرفنا نمسك حمامة كويسة واصول جامدة، وعرفنا نفرخ وكده. بس الجيل بقى اللي طالع الايام دي بفضل الله عندكم مراجع كتير جدا، وعندكم اساتذة كتار قوي قوي قوي. سواء على الفيسبوك، على اليوتيوب، على اي منصه، يعني تقدروا اللي انتم من خلالها تعرفوا تقليب الحمام المراسله. في ايجاز كده هقول حاجات بسيطه قوي عن الحمام المراسله المصري، وفي نهايه الفيديو كده هبقى نعرض كده فرد ولا اتنين من فيهم معظم المواصفات اللي احنا هنتكلم فيها. يعني اهم حاجه في الحمام المراسل المصري اللي بيميزه العظم بتاعه، اللي هو المنقار عامه. منقار الحمام المراسلة او عظم الحمام المراسلة لازم يبقى اول حاجة محمل. يعني ايه محمل؟ يعني الشدق بتاعه من تحت تقيل مش خفيف، مش فرد حمام مرسوم على الفاضي. لازم من تحت يبقى محمل، فرد حمام تقيل تحس اللي هو شايل عظم. تمام. دي اول حاجة الناس كلها بتبص لها، بس دي مش اهم حاجة في الحمامة. في حاجات تانية مهمة جدا الغواة التقال هم اللي بيبصوا لها. ايه هي؟ اهم حاجة في الحمام المراسلة المصري من وجهة نظري الدماغ، دماغ الحمامة. دماغ الحمامة لازم تبقى مساوية وماشية بدوران، مفيش فيها اي تخبطات، اي مطبات، اي بروز. الحاجات دي كلها حاجات مهمه جدا في الحمامه المراسله. يعني باختصار جدا الحمامه لازم يبقى من قفاها لحد عظمها الحمامه مساويه كلها، وش الحمامه مساوي او دماغ الحمامه مساويه. طيب ده بالنسبه للدماغ. طيب كل ما العظم بتاعها لبس في وشها وبقى قريب للعين والشدقين بتاعها وسعهم، كل ما ده بقى محاسن للحمامه افضل ويعليها اكتر واكتر. تمام. العين في الحمام المراس لازم تبقى واسعه. في معظم الالوان لازم تبقى واسعه، مش مطلوبه قوي في البديري وفي الزرق وفي الحمر، بس في الاسود وفي الابيض مطلوبه جدا اللي هي تبقى واسعه واكله العين، اكله الدماغ كلها. المفروض عين الحمامه من بعدها على طول مفيش دماغ، يعني من بعدها يبقى الحمامه نازله. كل ما ده بقى موجود في الحمامه كل ما بقت احسن. كل ما الدماغ صغرت والعين كبرت كل ما ده بقى احسن واحسن. التكوين الجسماني للحمامه مهم برضو. الحمامه بتبقى تلتين، لا طويله ولا قصيره، وكل ما قصرت كل ما بقى افضل. بس بيبقى في حاجه مهمه اسمها التناسق بتاع الحمامه. يعني ما ينفعش حمامه تبقى طويله قوي 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 ومنقارها صغير. لا، كل ما المنقار كبر ممكن طولها يطول شويه مش يطول قوي. والطول ده بيبقى طول في الصندوق اللي هو في الجناح، وليس طول ديل، لان طول الديل ده عيب خطير في الحمل المراسله المصري. دي حاجة مهمة. الرجلين برضو، الرجلين لازم تبقى يعني من 3 ل 5 سنتي، مش رجلين طويلة زي الكاري مثلا او زي البيوتي هومر. لا، ده تقليب وده تقليب تاني خالص. الرقبة لازم تبقى مساوية برضو لجسم الحمامة، تلتين برضو، لا كبيرة ولا صغيرة. الأتواب بقى تختلف يعني من توب لتوب، بس دي المواصفات العامة للحمام المراسلة المصري. حاجه مهمه جدا برضو في الحمامه لازم تبقى ليها وقفه خاصه. الحمامه بتبقى واقفه رسمه نفسها، لان الحمام المراسل المصري المفروض اللي هو بيتميز بالقوه الجسمانيه شويه. فما ينفعش حمامه تبقى واقفه مثلا مادة رقبتها لقدام او ما هيش قويه في التكوين الجسماني. صدر الحمامه لازم يبقى قوي ومفرود، واسع، انا اسف. واقفه على ديلها، يعني المفروض الديل بيبقى نازل على ريشه واحده كده او ريشتين بالكتير جدا. الحاجات دي كلها دي المواصفات العامه للحمام المراسله. وهنعرض لكم دلوقتي فرد مثلا هيحاول يكون فيه مش هنقول كل المواصفات، معظم المواصفات دي. هنعرضه لكم كده، وادعوا لنا بالبركه ولكم المثل ان شاء الله. السلام عليكم.